أهلا بكم مشاهدي الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان. الصحة نعمة عظيمة يجب الحفاظ عليها، ويعد مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا في عصرنا الحالي، به اللي قد يصيب مختلف الفئات العمرية ويتطور في بدايته دون أعراض واضحة. التوعية بهذا المرض لها دور كبير في الاكتشاف المبكر والوقاية من مضاعفاته الخطيرة. لذلك حلقتنا اليوم من برنامجكم صحتك في رمضان له نناقش ذا المرض الصامت مع الضيف المختص لنتابع. رمضان وداء السكري. الناس اللي عندهم مرض السكر نصيحة خاصهم ضروري يشوفوا الطبيب المعالج ديالهم على الأقل 1 شهرين قبل رمضان. علاش؟ باش الطبيب تيشوفهم، تعمل لهم التشخيص، تعطيهم تحاليل ديال الدم باش يشوف نسبة السكر في الدم، باش يشوف التحليلة ديال 3 شهور، التحليلة ديال الخزان ديال السكر التراكمي، باش يشوف التحاليل ديال الكلي، الوظيفة ديال الكلي، باش يشوف التحاليل ديال الدهنيات، باش يشوف واش كاين مشاكل في القلب أو العينين، باش يعرف واش هذاك السيد يمكن يصوم ولا ما يصومش. يحل علينا شهر رمضان المبارك حاملاً معه معاني الرحمة والصبر والتقرب إلى الله تعالى، شهر ينتظره المسلمون بشوق كبير ومن بينهم مرضى السكري، غير أن الصيام رغم فضله العظيم يتطلب وعياً صحياً خاصاً لدى هذه الفئة من المجتمع. فقبل دخول شهر رمضان تعد مراقبة مستوى السكر في الدم خطوة أساسية لا يمكن تجاهلها. الاستعداد المبكر يساعد على تفادي المضاعفات الخطيرة. شكون هما الناس اللي تماما ما يمكنش ليهم يصوموا؟ وهما مرضى السكري اللي تتعالجوا بالحقن ديال الانسولين بصفه عامه، ما خصهمش يصوموا الا بعد الحالات قليله مع الاستشاره ديال الطبيب ديالهم. الناس اللي عندهم مضاعفات ديال القلب والشرايين، جلطه القلب، جلطه الدماغ، الناس اللي عندهم مشاكل في الكلي، اعتلال ديال الكلي او الفشل الكلوي او مضاعفات ديال شبكات العين، هادو تماما ما خصهمش يصوموا. اللي عندهم تحاليل الدم السكر، نسبة السكر مرتفعة أكثر من 3 غرام أو الخزان فايت 9.5 أو 10، ما خصهمش يصوموا، هادو تماما. المرأة الحامل حتى هي ما خصهاش تصوم، هادو هما الناس اللي ما خصهمش يصوموا. الأطفال الصغار ما خصهمش يصوموا، الوليدات الصغار ما خصهمش يصوموا تماما. شكون هو اللي عنده مرض السكر يمكن ليه يصوم؟ وهو الإنسان اللي تعمل أقراص أو ما تعمل تا أقراص، عنده غير الحمية اللي تماما نسبة السكر ديالو عادية، تحاليل ديال الخزان عادية، كلها ما خالي من كل المضاعفات، اللي تعمل حمية غذائية سليمة، تحترم نصائح الطبيب، تحترم العلاج ديال الطبيب، وتعمل مراقبة مستمرة، ماشي مرة في 3 شهور أو مرة في العام. اللي عنده آلة تيقلب السكر وتعرف نسبة السكر، هادو هما اللي يمكن لهم يصوموا. الحمية الغذائية المتوازنة والمراقبة للسكر أثناء الصيام خلال هذا الشهر المبارك تلعب التغذية السليمة دورا محوريا في الحفاظ على توازن السكر في الدم، فاختياراتنا على مائدة الإفطار والسحور قد تكون سببا في صحة أفضل أو في مضاعفات لا قدر الله. بعض الحالات اللي تكون نسبة السكر ماشي مرتفعة كتير، ما تكونوش مضاعفات، ولكن الطبيب تيبغي يعرف هذاك المريض واش يمكن ليه يصوم أو ما يصومش حسب التوصيات الدولية ولا حتى ديال المغرب. تنقولوا المريض خاصو يصوم واحد 3 أيام، هادو تجارب خاصو يعملهم باش يشوف واش يقدر يصوم أو ما يصومش.
احسن وقت اللي نعملوا هاد التجربات هادو ديال الصيام هو شهر شعبان. انسان يشوف واش قادر يصوم وما قادرش يصوم، ولكن خاصو ضروري يعمل تحاليل في هذاك الصيام باش يشوف نسبة السكر ديالو في الدم واش مزيانة، واش منخفضة، واش كثيرة، ويعطيها للطبيب ديالو باش يقول ليه راه انت يمكن لك تصوم، ما عليك حتى شي خطر. الحالات اللي تكون فيها ارتفاع كبير ديال نسبة السكر ديال الدم مع الصيام يمكن تؤدي لنا إلى واحد الحالة وجود الحامض الكيتوني لاسيتون اللي تتؤدي الغيبوبة. يمكن يكون كذلك جفاف ديال الذات، لا ديزيدراتاسيون حتى هي اللي تتؤدي لنا الغيبوبة، وهاد الحالات كلها تتؤدي إلى قسم الإنعاش. إذا الإنسان اللي عنده مرض السكر ولا قال ليه الطبيب ما تصومش، ما خصوش تماما يصوم. إن الالتزام بتعليمات الأطباء خلال شهر رمضان ليس خياراً بل ضرورة صحية، فتنظيم مواعيد الأدوية وجرعات الأنسولين يجب أن يتم تحت إشراف طبي دقيق، وعدم اتخاذ قرارات فردية قد تعرض المريض للخطر. كما ينبغي الانتباه إلى الأعراض التحذيرية مثل الدوخة، التعرق الشديد، الارتجاف أو التعب غير المعتاد، والتي قد تشير إلى اضطراب في مستوى السكر. وفي حال حدوث أي طارئ صحي يجب كسر الصيام فوراً حفاظاً على النفس، فالدين الإسلامي الحنيف يقدم حفظ الصحة على المشقة. مرضى السكري اللي الطبيب شاف الحالة الطبية ديالهم وشاف التحاليل ونصحهم باش ما يصوموش، هادو كيفاش يتعاملوا مع رمضان؟ هات المرضى راه هما اللي تنخافوا منهم احنا بزاف، ماشي لان تيوقعوا لهم مشاكل كثيره. هذا مريض اللي عنده مرض السكر وتيقول لي الطبيب ما خاصكش تصوم، وفعلا ما تجي. هات المرضى اش يديروا؟ في الصباح تيفطروا الفطور العادي مع الغداء تيتغداو، ولكن مع الفطور ديال الصايمين تيجلسوا ياكلوا معاهم وتياكلوا واحد الكميه كثيره ديال الحلويات والدهنيات، ومن بعد تيتعشاو راه تياكلوا 4 5 المرات. هذا اللي ما عنده مرض السكر ما خاصوش يصوم. هاد الناس النصيحه خاصو عنده 3 الوجبات: الفطور ديالو وياخذ الادويه ديالو والغداء ديالو والعشاء. غير حاجه الوقت العشاء ديالو هو الوقت اللي تيفطروا الناس، ولكن خاصو يجتنب الحلويات، خاصو يجتنب الدهنيات. الا بغى ياخذ شويه حريره تكون خفيفه، لا بغى ياخذ شويه شي شربات الخضره مزيانه، الا كانت الحسوه تكون تماما خفيفه تماما، ما تكونش ثقيله. التمر ياخذ 2 تمرات ولا وحده. هذا الحلويات اللي فيها العسل يجتنبها. أما مرضى السكري الذي لا ينصح لهم بالصيام سواء بسبب نوع المرض أو وجود مضاعفات صحية، فإن إفطارهم في رمضان يعد رخصة شرعية ورحمة من الله تعالى، وليس تقصيرا منهم، فسلامة الإنسان في مقدمة كل شيء. ومع ذلك تبقى الحمية الغذائية الصحية والالتزام بالعلاج ومراقبة السكر بانتظام أموراً أساسية لا غنى عنها خلال هذا الشهر الفضيل. مرضى السكري اللي عندهم السكر منخفض متعادل ما كاين حتى شي مشكل، والطبيب قال لهم تصوموا. كيفاش يفطروا؟ شنو هو الفطور ديالهم؟ احسن فطور هو الانسان تيبدا بسائل، احسن سائل هو الماء. الا بغى شويه الحليب ما كاين باس، ولكن يجتنب العصير يمشي تمر وحده ولا 2 ناشفين. من الاحسن ياخذ الشوربه ديال الخضره، من الاحسن. الا كانت الحريره ياخذ الماء الفوقاني، لان القطنيه فيها السكر وما تكونش ثقيله، لان الطحين حتى هو السكر. الحسوه لا خذها تكون خفيفه، لا ديال البلبوله ولا ديال الزرع ولا ديال الشعير.
يجتنب كل هالحلويات اللي فيها العسل. لا بغى ياخذ شويه السفوف، يكون السفوف تمام الناشف ديال مالين السكر. يشرب اتاي قهوه حليب بلا سكر، ولكن ضروري خاصو من بعد يتعشى ياكل شي ماكله خفيفه. السحور ضروري، السحور تيكون تتبقى نص ساعه المؤذن ديال الفجر. السحور النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في السحور تسحروا فإن في السحور بركة. السحور اللي عندهم مرض السكر يكون خفيف، تناخذ الحليب أو الجبن أو مشتقات الحليب مع مخامر يكونوا ناشفين، ما يكونش العسل تماما، ما يكونش العسل. بغيت ندير معاهم شويه الفرماج ولا الجبن ما كاين باس. نشرب اتاي او قهوه حليب بلا سكر. لا بغيت ندير شويه السفوف ولا السلو ولا التقاوت اللي تنسميهم ناشفين، ما كاين حتى باس. الانسان اللي مولف بالنهار تيشرب اتاي وقهوه، هذا هو الوقت اللي ياخذ اتاي والقهوه ديالو في السحور باش ما يجيش الالام وحريقه الراس.